تخيلوا معي سورة واحدة تجلب السلام والحماية والرخاء، إنها سورة البقرة. سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم، تحمل فوائد روحية عظيمة. وقفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يعني أنها تحمي من الشرور. ثم نأتي إلى آية الكرسي الموجودة في سورة البقرة والمعروفة بقوتها في الحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إنها درع من الأذى. وقراءة هذه السورة تجلب البركات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هل تشعرون بالإرهاق؟ اقرؤوا سورة البقرة لتخفيف همومكم وتطهير نفوسكم. ويعتقد أيضا أنها تبطل السحر وتجلب النجاح في مساعي الحياة. وأجمل ما في الأمر أن قراءتها بانتظام تعد بأجر عظيم في الآخرة. فلماذا لا نجعلها عادة يومية؟ سورة البقرة مفتاحكم للانسجام الروحي والدنيوي. ومن معجزات سورة البقرة أنها تحتوي على آيات تتحدث عن خلق الإنسان وقصص الأنبياء وأحكام الشريعة، كما أن فيها آيات تتحدث عن الإيمان بالله واليوم الآخر، مما يعزز العقيدة في قلوب المؤمنين. وتعتبر سورة البقرة مرجعاً هاماً في الفقه الإسلامي، حيث تحتوي على العديد من الأحكام الشرعية. إن قراءة سورة البقرة بتمعن وتدبر تفتح أبواب الفهم العميق للقرآن الكريم، فلنحرص على قراءتها بانتظام والاستفادة من معانيها العظيمة. سورة البقرة كنز من الكنوز الروحية والدنيوية، فلنغتنم هذا الكنز في حياتنا اليومية.